ناس كتير بتسالنا هل تصميم ال 3 دي بيكون مطابق للواقع؟ في الحقيقه تصميم ال 3 دي عندنا بيكون مطابق للواقع بنسبه 100%. يعني بص كده، ده التصميم وده الواقع. طيب انا بعمل ده ازاي؟ بعمل ده من خلال ثلاث حاجات مهمين. رقم واحد، لما اجي اشتغل في التصميم لازم ادخل مقاس الفراغ اللي انا هشتغل عليه بنفس المقاس المظبوط بتاعه بالظبط. المقاس ده سواء كان مقاس العرض او مقاس الارتفاع، ما احطش مقاس مش حقيقي فبالتالي يديني تصميم شكله حلو ولكن لما اجي انفذه الاقي شكله مش حلو وشكله غير واقعي. طيب تاني حاجه، لازم استخدم ماتيريال تكون قابله للتنفيذ، ماتيريال حقيقيه، ما احطش ماتيريال تكون شكلها حلو ولكن لما اجي اطبقها على ارض الواقع يكون شكلها سيء او ما اعرفش اطبقها اساسا لانه الماتيريال المحطوطه ماتيريال غير حقيقيه وغير واقعيه. رقم ثلاثة، الفراغات ما بين الديزاين نفسه. يعني هنا عندي احترام المقاسات ما بين الرف ده والرف ده، هو نفس المقاسات اللي موجوده بالظبط عندي في التصميم، وكذلك كل حاجه موجوده هنا حتى الاستربات او التفريز اللي معمول على الخشب هو نفس اللي موجود في الديزاين بالظبط. فلازم اركز في الحاجات دي علشان تشوفوا معايا الشكل ده او الفيلا دي بعد ما تخلص ان شاء الله.